السلام عليكم الغاليات، ومرحبا بكم في قناة حرفة ونجاح. اليوم جبت لكم موضوع رايح يقدر يبدل لكم حياتكم حرفيا. راح نحكي على حاجة كي تفهميها وتطبقيها حتى مشروع بسيط كيما صابون طبيعي، طراشن، حلويات، خياطة، يولي مصدر دخل قوي وتقدري تربحي منه الملايين. الموضوع هو كيفاش تسوقي لمشروعك وتكسبي ثقة الزبائن وتولي معروفة ومطلوبة. وماشي شرط تكوني بديتي، حتى لو المشروع في بالك برك تبعي هاد الخطوات وفهميها خطوة بخطوة، ومع الوقت رايحة تولي وحدة من النساء الناجحات اللي الناس تتبعهم وتوثق فيهم. أول سؤال، وش هو التسويق وعلاش مهم؟ التسويق راهو الروح تاع المشروع. يعني ماشي كافي تخدمي حاجة بنينة ولا تخيطي حاجة واو هايلة إذا الناس ما عرفوكش ما رايحش يشريو عليك. التسويق هو كيفاش تخلي الناس تعرفك، كيفاش تبني ثقة، كيفاش تقدمي خدمتك بطريقة تخلي الزبونة تقول أنا نحب نشري من عندها. القاعدة الذهبية واش تقول؟ الناس ما تشريش أحسن منتوج، الناس تشري المنتوج اللي تعرفه وتحس به. نقطة خلاف، غيري نظرتك للمشروع. قبل ما نسوقه لازم نشوفوا مشروعنا بعين جديدة. مشروعك ماهوش حاجة بسيطة، راهو قيمة، إبداع، حل لمشكل. حتى لو تخدمي من الدار راهو مشروع محترم وراكي تستاهلي الناس تعرف قيمتك. خلي عندك ثقة، لأنه الناس تحس بها. كي تحكي على مشروعك بثقة الناس راح تحب تسمع لك. وشكون هي الزبونة تاعك لازم تعرفيها، ماشي كامل الناس يعني زبوناتك. حددي عمرها شحال، واش تحب، وين تسكن، وش المشكل اللي راكي تحليه لها. مثال، اذا راكي تبيعي عطور شرقيه زبونتك تكون وحده تحب التميز، تحب تهدي، تحب الريحه تحكملها. لازم تفكري كيما هي. كيفاش توصل لرسالتك؟ يعني الصفحات والمحتوى. ماشي نفتح صفحه ونحط صوره ونقول للتواصل على الخاص وخلاص، هذه ما تكفيش. لازم صور واضحه وجذابه، فيديوهات تشرحي فيها منتوجك ولا طريقه الخدمه، احكي على المشروع، على الخدمه، حتى التعب اللي تعيشيه خليه يبان. صوتك ووجهك يزيدوا ثقه، كيسمعوك يحسوك قريبه، يحبوك، يشروا عليك. لازم تباني وتباني بزاف. الظهور اليومي في الصفحات يخلي الناس تفكرك، ما ينساوكش. ديري لايفات، ديري منشورات كل يوم، احكي على يومك في العمل، شاركي تعليقات، هكا تولي ماركة شخصية ماشي مجرد صفحة. خدمي ثقة ماشي تخفيض. بزاف من النساء يقولوا ما يشريوش عليا نقص في السعر. لا، هذه غلطة كبيرة. خدمي الثقة قبل الخصم. كي الناس تشوف خدمتك مليحة راقية محترمة ما تسقسيش حتى الثمن. التعليقات والرسائل تساوي ذهب. كل مرة زبونتك تشكرك ولا تفرح بالمنتوج قولي لها شكرا، شاركي رايها في صفحتك، اطلبي منها توصلك لناس اخرين. هذا الشيء يخلي الناس الجدد يشوفوا باللي خدمتك ناجحة ويزيدوا يتشجعوا. التسويق الذكي يساوي أرباح حقيقية. نعطيك مثال تطبقيه. صوري فيديو تحكي فيه على مشكل تعاني منه الزبونة، قدمي منتوجك كحل، قولي باللي عدد محدود، ابعتي طلب عبر رسالة، جاوبي بسرعة. هذه استراتيجية تبيع بلا تعب. خدمي بالعقل ماشي بالزهر، ما تستنيش الحظ. التسويق هو خطة. حددي أهدافك كل شهر، راقبي شكون يتفاعل، غيري في المحتوى حتى توصلي للطريقة اللي تجيب نتائج. تعلمي من فيديوهات في اليوتيوب، من صفحات ناجحة. حطي رجلك الأولى، ما تبقيش تقولي ما زلت ما حضرتش كلش، مازال نراجع الخدمة. راكي تضيعي في الوقت. اليوم قبل غدوة افتحي صفحة، خدمي أول فيديو بسيط، احكي على منتوجك ولا على حلمك، خلي العالم يشوفك. مشروعك راهو يستاهل النجاح. التسويق راهو مفروض مش اختيار. كل يوم تباني فيه وتخدمي فيه راهو خطوة للحرية والربح. ثقي في نفسك والنتائج راح تبان تدريجيا. ما تستهيني حتى بحاجة، حتى موهبتك البسيطة راح قادرة تولي مشروع يعيشك ويحقق لك حلمك. تعلمي كل يوم حاجة جديدة. التسويق، التصوير، التعامل مع الزبائن، كل مهارة هي استثمار في نفسك. هضري على مشروعك بلا خجل، تحشميش. كي تكوني مقتنعة بنفسك الناس تقتنع بيك. السوشيال ميديا راهي السوق تاعك، خليها تخدمك ماشي تضيعي فيها الوقت. حطي خطة شهرية، واش راكي حابة تبيعي، شحال، كيفاه توصلي لهدفك. تعاملك مع الزبونات باحترام وحب. الناس تشري الخدمة بصح تزيد تشري الأخلاق.
ما تقارنيش روحك بغيرك، كل وحده عندها وقتها وظروفها، خليك في طريقك. الصبر والاستمراريه هما المفتاح. النجاح ما يجيش في اسبوع، بصح يجي كي تصبري وتواصلي. اعملي على مشروعك رساله مش غير خدمه، خلي فيه قيمه، تخلي الناس تفكرك دائما. تاكدي باللي ربي ما يضيع تعب حتى وحده. حطي النيه وبداي بخطوه والباقي راه على الله. انا مأمنه باللي كل وحده فينا فيها طاقه النجاح، غير خاصها تفيقها، تغديها وتخدمي عليها. في التعليقات قولي لي شحال من مره خفتي تبيني وجهك ولا تهضري على مشروعك، واش اكثر حاجه تخوفك في التسويق، نجاوبكم ونعاونكم وحده بوحده. وتقدري تطلبي مني نحضر لكم سلسله صغيره بعنوان خدمه داري تسويق عالمي، وين نحكي خطوه بخطوه كيفاه تبيعي منتوجك من بلاصه صغيره لاي ولايه او حتى خارج الجزائر. دمتم ناجحات ومن يدك لحلمك. سلام.